لو رجعت بالزمن لأول يوم ليا في الكلية كنت هبقى شخص مختلف تماما عن اللي أنا فيه دلوقتي. وده مش بس علشان الكلية بتديك مواد. الكلية دي أول مرحلة أنت بتبقى فيها لوحدك تماما. محدش ماسكك من إيدك، محدش هيقولك تذاكر إمتى ولا تعمل إيه في وقتك الفاضي، وده بالظبط اللي بيضيع ناس كتير جدا بس علشان محدش قال لهم الحقيقة من الأول. فأنا النهاردة مش هقولك تذاكر، أنا هقولك 10 حاجات هيفرقوا معاك جدا سواء في دراستك أو حياتك بعد الكلية. رقم واحد، وقتك بقى ملكك ودي مسؤولية مش حرية. يعني ايه؟ انت في المدرسة كان ليك جدول وكان في حد بيحكمك. انت دلوقتي في الكلية محدش عارف انت رحت المحاضرة ولا لا، وده يوديك انك تعرف ان الحرية سلاح ذو حدين. طيب ايه الحل؟ من اول اسبوع حاول تظبط روتين حتى لو بسيط، علشان الوقت اللي هتضيعه في اول ترم صعب انك ترجعه تاني. رقم اتنين، مفيش حاجة اسمها المذاكرة بس. النجاح الحقيقي في الكلية انك تتعلم مهارة تعرف تميز بيها نفسك، وده اللي بيفرق جدا في سوق العمل بعد كده. رقم ثلاثة، اختار صحابك زي ما بتختار مستقبلك. الناس اللي حواليك بتأثر فيك بدرجة انت ما تتخيلهاش من غير ما تحس، وده كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني يا إما هيرفعوك معاهم يا إما يضروك من غير ما أنت تحس بأي حاجة. رقم أربعة، ما تقارنش نفسك بحد. كل واحد ليه سرعته وطريقته الخاصة في الوصول. ياما ناس تفوقت في الدراسة وما لقيتش شغل، وياما ناس خدت وقتها واكتسبت مهارة غيرت بيها حياتها بالكامل. رقم خمسة، الفلوس مهارة اتعلمها بدري. سواء معاك دخل بسيط أو شغل جانبي، اتعلم ازاي تدير فلوسك دي من أول سنة، وخليك عارف إن العادة دي دايما بتتبني بدري. رقم ستة، صحتك مش رفاهية. النوم المتقطع والأكل العشوائي ووقفتك غلط بالساعات كل ده بيتراكم عليك بعد كده. مفيش تفوق حقيقي بدون جسم يقدر يشيله. رقم سبعة، اسأل حتى لو حسيت إن سؤالك غبي. أكتر حاجة بتوقف الناس عن التطور هي الخوف إنهم يبانوا مش فاهمين، لكن الحقيقة إن اللي بيسأل هو ده اللي بياخد خطوة، واللي بيسكت هو ده اللي بيفضل واقف مكانه. رقم 8، الفشل مش نهاية، هو معلومة. سواء هتتأخر في تسليم شيت أو هتسقط في مادة أو هتاخد قرار غلط، كل ده طبيعي، بس الفكرة في إنك تعرف إزاي تتعلم من الغلط ده وإزاي تقوم. الإمام ابن القيم كان ليه كلام جميل جدا عن الابتلاء. كان بيقول إنها مش بس امتحان، دي فرصة لتهذيب النفس وتقويتها. لو الإنسان تعامل معاها صح ما استسلمش ليها. رقم 9، اختار تخصصك بعقلك مش بضغط حد من أهلك. كتير بيدخل الكلية علشان أهله عايزين ده أو علشان مجموع وداه، وده بيودي إن سنين الكلية بتضيع في حاجة أنت مش حاسس بيها. فاسأل نفسك: أنا هنا ليه؟ رقم 10، ابني علاقتك بربنا وأنت لسه في أول الطريق. دي آخر نقطة واللي أنا شايفها دي أهم نقطة فيهم. في وسط الضغوطات والامتحانات والجلج على مستقبلك، دايما لما تحس إنك تايه ارجع لأصل السكة. سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني كل ما جربت من ربنا، ربنا بيفتح لك أبواب أنت ما كنتش عامل ليها حساب أصلا. في الآخر الكلية مش مجرد شهادة، دي 4 أو 5 سنين هتبني بيها الشخص اللي انت هتبقاه بعد كده. فخد بالك من وقتك واختار مين حواليك واربط كل ده بعلاقتك بربنا.